في الفترة الأخيرة الذكاء الاصطناعي أبدع في مجال الجرافيك، وبدأ يعمل لنا حاجات بتوفر وبتسهل حاجات كتيرة. مش بس بتوفر وبتسهل، ولكن كمان بتطلع نتائج مبهرة جدا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن صناعة فيديو بالذكاء الاصطناعي، فيديو كرتوني ثلاثي الأبعاد. هنتعلمه من الصفر، هنستخدمه في كل حاجة مجانية تماما. كل المواقع مجانية بلا حدود، تقدر تستخدمها براحتك وهتشوف بنفسك. هتلاقيني سايب لك كل اللينكات في الديسكريبشن، عشان لو حابب تتابع معايا الفيديو وتطبق عملي وتشوف الكلام اللي بقوله صح ولا لا، تقدر تتابع معايا. تعالى بقى نشوف هنبدأ ازاي. المرحلة الأولى هي مرحلة الفكرة، وحضرتك دلوقتي ما عندكش فكرة، فكل اللي هتعمله إنك هتروح على شات جي بي تي. ولو مش عارف إزاي بتجيب شات جي بي تي من على جوجل، تقدر تكتب شات جي بي تي هنا وتبدأ تعمل تسجيل دخول، وهيطلب منك تسجيل دخول بالإيميل بتاعك. مجرد ما تضغط على الإيميل هيفتح معاك بالشكل اللي قدامك. اول ما هيفتح هتبدأ تكتب له انا كتبت الجزئية دي، حاجة بسيطة اي حد يقدر يكتبها، فما تصعبش الموضوع على نفسك. انا مجرد قلت له ممكن تكتب لي 5 افكار، مجرد افكار فقط، عن مغامرة لحيوان اليف مثل قط او كتكوت او فرخة الى اخره، يقوم باللعب مع طفل صغير 3 سنوات، وتقدم الفكرة محتوى هادف لتعليم الطفل شيء مهم. اجعلها عبارة عن مغامرة صغيرة تتكون من مشاهد صغيرة لعمل فيديو بالذكاء الاصطناعي. الكلام ده أنا مش مرتبه ولا أي حاجة، أنا كتبته عشوائي وهشوف هيطلع لي إيه، عشان أنا قاصد أقولك إنك بنفسك تقدر تعمل أي حاجة. هو هنا بدأ يقول لي أكيد تمام، أنا ممكن أعمل لك اللي أنت عايزه، وبدأ كتب لي 5 أفكار. كتب لي إن في مغامرة القط وتعلم الألوان، والكتكوت والعد حتى 5، والبطة والنظافة، والقطة ومشاركة الألعاب، والكتكوت وضياع الطريق. هو كتب لي 5 أفكار. أنت ممكن تقول له إن شاء الله 100 فكرة، هيبدأ يكتب لك ال 100 فكرة، ولكن أنا اكتفيت بال5. ولكن أنا عجبتني الفكرة دي، هقول له تمام مفيش مشكلة. هبدأ أجي في قائمة السيرش تاني اللي هي أكتب له هنا، هقول له عايز منك. وبعد ما خلصت الجزئية اللي أنا كتبتها، أنا كتبت كلام أنا مش محضره، أنا بكتب من دماغي دلوقتي. فخلاص أنا دلوقتي كتبت، هضغط انتر، هيبدأ دلوقتي شات جي بي تي يبدأ يكتب لي اللي أنا طلبته منه. هو هنا بدأ بيقول لي تمام، إليك سكريبت تفصيلي لفكرة المغامرة رقم 5 الكتكوت وضياع الطريق. هو عارف إن الفكرة رقم 5 إن هي بتاعة الكتكوت أهي. هيبدأ يقول لي تعليق صوتي باللهجة العربية الفصحى مناسب لفيديو مدته 60 دقيقة، وصف دقيق ومتسق لكل مشهد، برومت باللغة الإنجليزية لإنشاء كل مشهد بالذكاء الاصطناعي. هنا بدأ يكتب لي إن ده التعليق الصوتي، وده اللي أنا هسجله زي ما هنتكلم بعد شوية. خليكم فاكرين الجزئية دي، هشوف هو بيقول ايه فيه لحد ما يجهز لي باقي المشاهد. بعد كده بدأ بيقول لي وصف برومتات المشاهد. هنا بيقول لي برومت موحد في بداية كل مشهد لضمان اتساق الشخصية. ده اللي انا قلته له، اتساق الشخصية، خلوا بالكم. يعني لما قلت له اعمل لي مشاهد متسقة، هنا بيقول لي ان ده برومت موحد، يعني برومت هيبقى شامل مواصفات الطفل ومواصفات الكتكوت اللي احنا بنتكلم عليه، وكمان بيتكلم عن البيئة اللي موجودين فيها. هو عامل لي ليها برومت موحد عشان اخده واحطه قبل المشهد، فيطلع المشهد متسق والشخصيات متسقة. طيب بيقول لي هنا المشهد رقم 1، المشهد رقم 2، وهكذا لحد كل المشاهد. دلوقتي انا جهزت البرومتات بتاعتي، جت اللحظة الحاسمة، وهي اللحظة اللي الناس كلها بتخاف منها، وهي ازاي احول البرومت ده لفيديو بشكل مجاني. تعالى افتح صفحة جوجل زي ما انا هفتح كده. افتح صفحة جوجل واكتب في قائمة السيرش، اكتب ميتا اي اي، ميتا اي اي، واضغط على اول واحدة ميتا اي اي. طبعا مش هتفتح قدامك بالشكل ده، هيطلب منك تسجيل دخول، وتسجيل الدخول هيطلب منك مش بالايميل، هيطلب بالاكونت بتاع الفيسبوك. فلمجرد ان تضغط على اختيارك لصفحة الفيسبوك بتاعتك، الاسم بتاعك هيبدأ يدخلك على الصفحة اللي قدامك. الموقع ده مجاني تماما، وانا شخصيا امبارح بس عملت عليه اكتر تقريبا من 200 فيديو، 200 فيديو حرفيا. يعني ممكن لو في وقت انا ممكن اوري لكم الحاجات دي بشكل، يعني بصوا الحاجات دي انا عاملها النهارده، دي كلها شخصيات انا صنعتها النهارده
لاعداد لمشاهد انا محتاجها. ده بصوا الفيديوهات يعني بيطلع حاجات بجودة عالية جدا. يعني دي حاجات دي انا عملتها النهاردة، في حاجات عملتها امبارح، حاجات كتيرة جدا. آه، دي حاجات كنت بجرب فيها. وهنا الحاجات دي في حاجات كتيرة قوي انا كنت عاملها اهو، افكار كتيرة. فتقدر انك تعمل وتضغط هنا محادثة جديدة، يقول لك هيفتح لك يعني اعملها من جديد عشان تبقوا عارفين. في محادثة جديدة هنا اضغط عليها، هيقول لي تخيل. هضغط على تخيل دي، وهروح عند البرومت بتاعي اللي هو كتبه لي ده. خلي بالك البرومت الموحد ده هتضيفه في كل المشاهد، فهتاخده كوبي نسخ اهو، وتبدأ تحطه هنا بيست. وبعدين تروح تجيب المشهد الاول وتقول له نسخ، وتحطه تاني بيست في ميتا. كده انت اديت له البرومت اللي هيشتغل عليه. اضغط على السهم ده وابدأ استنى. هو ما بياخدش وقت خالص، انا مش هعمل مونتاج في الجزئية دي عشان تشوفوا بنفسكم. دلوقتي هو بيجهز لي المشاهد، الصور، جهز لي الصور حقيقي. يعني موقع تحفة ومجاني، فبصراحة حاجة خرافة يعني. طيب هو دلوقتي مجرد جهز لي صور، ولكن انا مجهزها لي بالشكل المربع. خلي بالك من النقطة دي. هاجي هنا من تحت في الجزئية دي، لو ضغطت عليها يظهر لي انت عايز المشهد بنسبة 1:1 ولا 9:16 ولا 16:9. 1:1 ده المربع اللي شايفينه. 9:16 ده المقاس المناسب للريلز وللتيك توك. 16:9 ده مقاس الفيديو اللي هو اللي بتشاهده عادي على اليوتيوب او اي حاجة. انا دلوقتي هعمله 9:16. هضغط عليه، وبعدين الجزئية اللي على الجنب دي فيها كل الستايل اللي موجودة في الموقع. هنا في ثلاثي الابعاد، وفي كرتون، وفي اشكال كتيره قوي، وتحت في واقعي. خلي بالك انك ممكن تبقى عاملها بالانجليزي، فيعني حاجات ممكن انت تقراها وتشوفها. انا دلوقتي اي نموذج من دول او اي ستايل هتضغط عليه هيبدا انه يحول لك المشاهد دي بناء عليه. فانا هختار ثلاثي الابعاد. لاحظوا انها نزلت هنا. هيبدا يعمل لي اعداد لصور تاني بالمقاس الجديد على النظام ثلاثي الابعاد اللي هو بالشكل اللي قدامي. بعد ما خلصت والصور عجبتك، دي مجرد صور دلوقتي. الصور عجبتك، لو انت ضغطت على السهم ده هتحمل الصور عندك على الداونلود، وتقدر تحمل الاربع صور لو كانوا عاجبينك. طيب لو انت مش عايز تحملهم، تقدر من تحت هنا على طول تضغط تحريك زي ما انا ضغطت دلوقتي. هيبدأ يعمل لك تحريك للأربع صور ويطلع لك 4 فيديوهات. كل فيديو تقريبا مدته 4 أو 5 ثواني على حسب الفيديو بتاعك. دلوقتي أنا ما عملتش مونتاج على فكرة، هو في ثواني خلص، يعني ما كملش 10 ثواني خلص. شايفين الحاجة روعة، يعني حقيقي روعة. بصوا الفيديو طالع حاجة جميلة جدا، تحفة تحفة بجد. طيب اضغط عودة. انا هختار فيديو واحد منهم، تقدر تختار اي فيديو منهم او تحمل الاربعة مفيش مشكلة. بس انا انجازا للوقت انا هختار فيديو واحد منهم وهبدأ اني احمله. هختار الفيديو ده وهضغط عليه داونلود. هو اتحمل عندي دلوقتي. هروح على شات جي بي تي وهنسخ البرومت الموحد كوبي، وهاجي عندي ميتا وهاجي هنا واعمل سيلكت اول عشان امسح ده كله، وهمسحه. وبعدين هقول له بيست، وهروح اجيب المشهد التاني. ده المشهد الاول، المشهد التاني ده البرومت بتاعه، هاخده كوبي نسخ، وبعدين هضغطه هنا بيست كنترول وفي، وهقول له انشاء. هيبدأ ينشئها لي صور ثلاثية الابعاد بنفس النموذج اللي قدامنا. انا دلوقتي مستني لما ينشئ لي الصور. هو دلوقتي هنشئ الصور اهو بناء على المشاهد، نفس المشاهد بكل حاجة. هضغط على تحريك هيبدأ يحركها لي. ما تقلقش لو حاجة انت الجهاز بتاعك نت تقيل ولا حاجة، مفيش مشكلة. حتى لو الصفحة اتقفلت الموقع بيحفظ لك كل المشاريع بتاعتك على الجنب من هنا. حتى لو قفلت الصفحة دي تماما
وعملت قائمة جديدة تقدر ترجع لها زي ما كنت برجع أنا في أول الفيديو، وترجع للمشاهد بتاعتك وتحملها عندك. ده المشهد الأول اللي أنا عملته، وده المشهد التاني، ودلوقتي هو دلوقتي حركهولي الأشكال اللي بدأت تظهر قدامي. الموقع ما بياخدش وقت خالص، وموقع لذيذ، وانا صراحة يعني حقيقي خرافة. بالمناسبة تقدر تعمل اي عدد فيديوهات انت عايزه، ما تقلقش، على ضمانتي اعمل اللي انت عايزه. اي فيديوهات انت عايزها. انا بوري لك الفكرة وانت تقدر تستخدمه براحتك وفي اي شغل انت عايزه. ودلوقتي جهز لي المشهد التاني بناء على البرومت اللي انا اديته له. تقدر انك تحمل الفيديو اللي يعجبك او تحملهم كلهم زي ما اتفقنا، مفيش اي مشكله. انا مثلا هختار منهم واحد بس، اختار الفيديو ده شكله كويس واعمل له داونلود. هبدأ بقى بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها المشهدين دول. انا هبدأ اعمل باقي المشاهد، بس عشان اختصارا لوقت الفيديو ولسه قدامنا شغل كتير في الفيديو ده، فانا هكتفي بان انا عملت قدامكم مشهدين، وهبدأ اجهز باقي المشاهد اللي هي الست مشاهد التانيين، وبعد ما يخلصوا هرجع لكم واقول لكم الدنيا فيها ايه وعملنا ايه. ودلوقتي انا انتهيت من اعداد المشاهد اللي انا محتاجها ال8 زي ما اتعرفنا في اول الفيديو. الوقت ده اخد معايا تقريبا 10 دقايق، مش اكتر من 10 دقايق، لحد ما جهزت الست مشاهد الباقيين. ولكن انا لاحظت حاجة وانا بشتغل، فحابب اقول لك عليها علشان ما تقعش فيها. كان في مشهد هنا، هو تقريبا مشهد رقم 3، كان بيقول ان الكتكوت بيمشي بعيدا ويبدأ المنظر من حوله يتغير. ما كانش جايب سيرة الطفل، ولكن انا ما اخدتش بالي من الجملة دي، ان المفروض المشهد يكون في الكتكوت لوحده. فرحت جبت البرومت اللي هو البرومت الموحد وحطيته، وبعدين عملت بيست للمشهد البرومت رقم 3. فطلع لي المشهد كان جايب لي ان الطفل معاه الكتكوت، يعني مش بس الكتكوت لوحده، ولكن كان اهو، يعني ده كان المشهد بعد ما صلحته. لكن هنا كان جايبهولي ان الكتكوت كان جاي مع الولد. شايفين البرومت هنا؟ ده كان اثناء الخطأ، كان ادي الولد كان ظاهر مع الكتكوت، ولكن هو كان المفروض الكتكوت يكون لوحده في المشهد ده. فانا رجعت وشلت البرومت بتاع الولد وحطيت البرومت بتاع الكتكوت لوحده، وطلعت المشاهد بالطريقه اللي قدامي. كنت كل مشهد انا باخد الفيديو بتاعه، وده المشهد رقم 1 2 3 4 لحد 8 لحد ما خلصت المشاهد. خلي بالك نقطة الترقيم دي نقطة مهمة عشان هنجيلها بعد شوية. طيب المرحلة التانية وهي مرحلة الفويس أو مرحلة تسجيل الصوت. لو في ناس حابة تسجل بصوتها مفيش مشكلة، ولكن لو انت مش حابب تسجل بصوتك فهقول لك تعمل ايه دلوقتي. لو هتسجل بصوتك فمفيش مشكلة، تقدر تسجل براحتك بالطريقة اللي تعجبك. لكن دلوقتي انا مش حابب اسجل بصوتي، فانا عايز النص ده عايزه يتقال بصوت من الذكاء الاصطناعي. كل اللي انا هعمله هاخده كوبي، هروح على جوجل وهكتب هنا كده، هكتب موقع 11 لابس، الموقع اللي قدامي انا كنت كاتبه، فهضغط عليه 11 لابس. هيفتح معايا اول لينك يظهر قدامك 11 لابس فويس تولز، اضغط عليه هيفتح معاك الموقع بالشكل اللي قدامك. تقدر تضغط على جيت ستارت فري، هيفتح معاك الموقع. في اول مرة هيطلب منك تسجيل دخول، ما فيش مشكلة، تقدر تسجل بالايميل بتاعك، ولكن انا عشان عامل تسجيل فمفيش مشكلة ان هو فتح معايا. لكن هيطلب منك ايميل، اضغط على الايميل بتاعك هيفتح معاك بشكل طبيعي. الموقع واجهته بالشكل اللي قدامي، كنت استخدمته قبل كده في فيديو، ولكن لو حابين ان نعمل عنه فيديو كامل مفيش مشكلة، اكتبوا لي في التعليقات ونكتب عنه في حاجات كتيرة. الموقع مميز جدا، ولكن انا اللي هستخدمه دلوقتي هي تكست تو سبيتش، يعني تحويل النص الى كلام. هضغط عليها هتفتح معايا الواجهة اللي قدامي. الواجهة اللي قدامي دي مقسمة بالشكل اللي قدامك. هنا انا هضغط بيست للنص اللي انا جبته، هضغط بيست، وهنا الاصوات اللي انا هستخدمها. لو ضغطت هنا هيبدأ يجيب لك كل الاصوات الموجودة تقدر تسمعها. انا هشوف الصوت ده. Si tienes menos de 25 años. هسمع الصوت I'm Kurt. Whether it's odd. هسمع الصوت، والصوت اللي يعجبني
هقدر اني استخدمه باني اسجل بيه. طيب انا هجرب واشوف ايه الصوت اللي انا عايزه. Happiness can exist only. الصوت ده اسمه جيجي. انا يعني حبه لانه صوت طفولي شوية، هو صوت بنوتة او ولد صغير، فانا هستخدمه. هنا تقدر تتحكم في السبيد، السرعة بتاعة الصوت 88 كويس، 89. وهاجي هقول له جنريت سبيتش، مش هياخد وقت في صباح وهيكون جهاز لي جميل. خلاص، هو في ثواني اهو جهاز لي السبيتش، هقدر اشغله من هنا. خرج الطفل الصغير يلعب مع كتكوته في الحديقة، كانا يركضان ويضحكان. هنا هو جهز لي الصوت، بيقول لي ان هو مدته 51 ثانية. لو ضغطت هنا على داونلود هيبدأ يحملهولي. لو رحت على الداونلود بتاعي هنا هو حمل لي الفويس اللي انا عملته، وبكده اكون خلصت مرحلة تسجيل الصوت. كده المرحلة اللي جاية هتكون مرحلة المونتاج، وهي اني هجيب المشاهد دي كلها وهدمجها مع الصوت وهعمل لهم مونتاج احترافي واطلعه بصيغة فيديو. تعالوا بقى نشوف مرحلة المونتاج هتكون عاملة ازاي. دلوقتي انا عايز اعمل مونتاج، وليكن ان جهازك او موبايلك ما بيستحملش امكانيات برامج انك تستخدمها كمونتاج. الحقيقة ممكن تشتغل على اونلاين وبشكل فري وامتيازات قوية جدا. تعالوا نشوف ازاي. روح على جوجل وهتكتب هنا كاب كات، ظهر قدامك كاب كات اهو، اضغط عليه وبعدين اضغط على كاب كات اول ان وان فيديو اديتور، وبعدين هيفتح معاك بالشكل ده. هيقول لك انت عايز تحمل البرنامج ولا عايز تراي اونلاين، يعني عايز تجرب اونلاين. قول له عايز اجرب اونلاين لو انت مش هتحمله. يفتح معاك الواجهه بالشكل ده. انا بسجل معاك لاول مره علشان تبقى عارف. طيب هيقول لك انت عايز تدخل بالايميل ولا بالتيك توك ولا بالفيسبوك ولا براحتك بقى. انا هقول له عايز ادخل بالحساب جوجل، هضغط عليه واختار حساب جوجل وبعدين هقول له تأكيد. بعدين هيبدأ الموقع يقول لي اكتب لي تاريخ ميلادك، هقول له نيكست. دلوقتي الموقع اشتغل معاك. كل اللي عليك عشان تشتغل على الموقع هتروح عند فيديو. الموقع قدامك بالشكل ده وامتيازاته كتيرة جدا، وموقع يعني يستاهل ان نعمل عنه درس كامل. دلوقتي اللي احنا عايزينه، احنا عايزين نعمل فيديو من جديد. يبقى هنروح على كرييت نيو، هقول له كرييت نيو فيديو وهقول اختار المقاس اللي انا عايزه. انا هختار المقاس اللي هو 9/16. هيقول لي دخل لي او ضيف لي الداتا اللي عندك اللي عايز تشتغل عليها. هقول له تمام من عينيا. هضغط على الايقونة دي هيفتح معايا. هحمل له كل الداتا اللي عندي. هقول له ادي الفيديو الاول، هي بتنزل هنا في الميديا. بعدين تقدر انك تحمل ميديا تاني، مثلا تقدر تاخد بقى كل الميديا دي وتسحبها وتجيبها وتسيبها هنا. هتبدأ تحمل معاك الميديا اللي انت حملتها. الميديا كلها حملت على موقع كاب كات، فهقدر ان انا استخدمها. انا اول حاجة هعملها هجيب الصوت. لمجرد ان اضغط عليه الصوت بينزل عندي بالمنظر اللي قدامي بالشكل ده. هسيب الصوت زي ما هو، الصوت طالع نقي وكويس جدا مفيش مشكلة. وهنا هيجي دور الارقام اللي كنت مقسم بيها المشاهد. هبدأ اخد الفيديو رقم 2 واحطه بعد الفيديو رقم 1 وهكذا، رقم 3 وبعدين رقم 4. مش هطول عليك الشرح. ودلوقتي بعد ما خلصت المونتاج بتاعي واضفت كل التأثيرات واضفت الاصوات واضفت كل حاجة، انا دلوقتي هبدأ اعمل تصدير للفيديو بتاعي. هعمل له ازاي؟ من فوق من هنا هضغط على اكسبورت، هيبدأ انه يحمل معايا علشان يقول لي انت عايز تعمل ايه. هضغط على داونلود من هنا وبعدين هبدأ احط الاعدادات بتاعتي. هنا بيقول لي انت هتسميه ايه. انا هسميه الطفل الكتكوت مثلا. بيقول لي الريزولوشن اللي انت عايزه، وهنا بيدي لك لحد 1080 تقدر تختارها. كل ده بشكل فري، كل اللي انا بعمله ده فري مفيش اي مشكله. وبعدين يقول لك الكواليتي تقدر تسيبها recommended quality زي ما هي، وبعدين يقول لك الفريم ريت 30 سيبها، الفورمات MP4 وبعدين تضغط على اكسبورت. هيبدأ انه يعمل سيفنج ويصدر لك الفيديو، وتقدر انك كده انت حملته عندك على الجهاز. لو شايفين ان الشرح فيه حاجة سريعة او حاجة مش واضحة يا ريت تكتبوا لي في التعليقات علشان اخد بالي منها. وكمان لو حاسين انكم فعلا استفدتوا من المحتوى يا ريت ما تبخلش عليا باللايك، وكمان تكتب لي كومنت تشجعني فيه، لان حرفيا
الفيديو اللي حضرتك بتشوفه بياخد 10 دقايق ولا 15 دقيقة، فعلا ده بياخد وقت كبير جدا على ما بيتجهز. هو هنا حمل، فأنا هضغط على داونلود. ما بنلاقيش حاجة مشجعة يا شباب، ده بيكون عامل محبط بالنسبة لليوتيوبر أو بالنسبة لصانع المحتوى، لأنه فعلا بيتعب وبيبذل مجهود جامد جدا في إنه يطلع حاجة كويسة. أتمنى إن الشرح يكون عجبكم، وتكتبوا لي في التعليقات محتاجين تتعلموا إيه في أي مجال أيا كان، وإن شاء الله هنحضر له دروس قوية جدا منظمة أكتر من كده. ولكن أنا صراحة يعني أنا الفيديو ما كنتش ناوي إن أنا أسجله، ولكن فجأة كده أنا حسيت إن أنا عايز أسجله وعايز أعمل حاجة كويسة، بالذات إني الموقع ده أنا شخصيا لسه مكتشفه قريب، فحبيت إن أنا أفيدكم بيه. أتمنى يكون عجبكم، وأشوفكم بخير في فيديو جديد.